شيعة السودان اقتحموا بيوتهم، منعوهم من مجالس الحسين، صدروا قرارا أو قانونا أو مرسوما أيا يكن فرمان إنه هذا ممنوع، وأغلقوا حسينيتهم. شيعة السودان يصيحون بكلمة واحدة: الحسين فوق القانون، ندوس على القانون ونتمرد على عمر البشير لعنه الله وألحقه بعمر سلفه، ونتمرد على الحكم كله إلى أن تتحقق مطالبنا. وهم لا يشكون من قلة على ما أعلم. الشيعة السودانيين أيضا عددهم كبير وغفير، إذا تكتلوا وتجمعوا فالعالم سينتبه. يقتل منهم 10 20 30 40 يلتحقون بالحسين عليه السلام، أما الهدف يتحقق. أما إذا الكل سكت ماذا يحصل؟ يستمر اندراس الحق.